يبدأ الفيلم بستيف وهو بيحكي قصته ايه اللي حصل معاه من صغره، وكان بيحب المناجم جدا بس اللي بيمنعه راجل عجوز حارس عليه، فكان دايما بيجري وبيخاف منه. وبعد ما كبر كان مهووم بمشروع صغير منتجع ستيف، ومفيش اي حد مبهور بيه ولا عايزين يمولوا المشروع بتاعه. وكان مبتكر وبيحب الاختراعات، فاتشجع وقرر يخش منجم حلم حياته، فخد فاسه ولبس خوذته وراح جرى شكل. الراجل الكبير لسه هناك وبيحاول يمنعه، بس بيقدر يعدي منه وبيفضل يحفر في المنجم لحد ما يلاقي قطعتين يقدر يجمعهم مع بعض. ولما يعمل كده بوابة العالم تاني بتفتح وبيبقى اسمه العالم العلوي، وهناك بيكون حيوانات غريبة وبيقدر ستيف يشكل فيه زي ما هو عايز، وأي حاجة بيتخيلها كان بيعملها. لحد ما في يوم لقى ذئب قدام بيته، وستيف اداله عظمة فالذئب حبه وسماه دينيس، وبنى المنتجع اللي كان بيحلم بيه وبقى فرحان جدا في العالم العلوي. بس في يوم لقى بابه غريب وقدامه صندوق في الحجر الناقص، ولما يكملوا بيفتح له بوابة العالم تاني وبيضطر يخشها لأن دينيس الذئب دخل فيها. بيبقى ده اسمه العالم السفلي، وبيلاقي جواه وحوش خنازير مربعة ومفيش أي إبداع هناك، وبيحبوا يدمروا أي حاجة يشوفوها، واللي بيحكمهم خنزيرة اسمها ماونت جوشا. فبتستغرب من شكل ستيف ودينيس والمكعب اللي معاه، فبتقرر تسجنهم وتاخد المكعب ليها. بعد ما تعرف بقوة المكعب بتقرر تستولي على العالم العلوي وتدمره بالكامل. دينيس بيسرق المفتاح من الحارس ويهرب هو وستيف، ويروح يجيبوا المكعب تاني من جوشا. بس قبل ما يرجعوا للعالم العلوي الحراس بيكونوا عرفوا جوشا بتأمرهم يمسكوه، فستيف بيدي المكعب لدينيس وبيقول له يروح بيه للعنوان بتاعه على كوكب الأرض لأنه أمن مكان هناك يعينوا فيه. الحراس بيمسكوا ستيف وشوية منهم بيروحوا ورا دينيس، بس مش بيلحقوه، بياخدوا الطوب بتاعه للمعلمة بوشا. في الوقت ده دينيس بيوصل البيت بتاع ستيف وبيحط المكعب تحت السرير المائي بتاعه. نروح بعد كده لواحد اسمه جاريت، وبيكون ده اللي كسب في الألعاب الإلكترونية في الثمانينات ولقبوه ملك الزبالة لأنه الوحيد اللي قدر يتحكم بالشخصية في اللعبة. بس بيجيله جواب من البنك بحجز على المحل بتاعه لأنه متأخر على سداد الكارد، فبيروح على مكان مسدات التخزين للناس اللي سابت بيوتها يلقط رزقه هناك. وهناك الراجل بيقول له ان البضاعة فيها سرير ماء وشوية مكسرات واتاري كروزمو من سنة 1978، وده بيشد جاريت جدا لان عنده محل العاب هيفيده هناك. وبيبدأ المزاد وبيرسى على جاريت، بس بيديله شيك وبينصحه ما يصرفوش الا بعد 6 شهور لانه مفلس دلوقتي. جاريت بيتعصب بعدها لانه مش بيلاقي الاتاري اللي كان عايزه، وبيلاقي بس المكعب اللي عنه الذئب دينيس في بيت ستيف. جاريت بيمشي وهو زعلان، وكمان العربية بتبوظ منه في الطريق. نروح بعد كده لواحدة اسمها ناتالي ومعاها اخوها هنري، ورايحين للبلد اللي عايش فيها جاريت وستيف لان جاي لها فرصة شغل في مصنع بطاطس هناك، واجروا البيوت رخيص فيعرفوا يعيشوا، وده بعد وفاة امها وبقى معتمدين على نفسهم. هو بيحب الابتكار والرسم والابداع. بعد كده بيوصلوا على البيت اللي هيأجروه وبيقابلوا هناك دون بتاعة العقارات، وبترحب بيهم وبتديهم هدية جاية لناتالي من المصنع اللي هتشتغل فيه. وهنري بيستغرب من الحيوانات اللي على العربية بتاعتها، فبتقول له انها شغالة في حديقة حيوانات جنب العقارات علشان تحسن الدخل بتاعها. بعد كده بتسيبهم وبيخشوا يرصوا حاجتهم في البيت. تاني يوم الصبح ناتالي بتجهز اكتر اكلة مشهورة امها كانت بتعملها له، وهنري بياخدها معاه كهدية للمدرسة عشان اصحابه يحبوه هناك. بس بيعدي على محل اللعب بتاع جاريت ويتعرف عليه لان هنري معجب بالالعاب الالكترونية، وبياخد رقمه كمان وبقوا صحاب. بعدها بيروح للمدرسة وبيقابل هناك نائبة المدير مارلين اللي بتحكي له قصة حياتها وقد ايه هي مبسوطة انه انضم للمدرسة لان تصنيفها زبالة وسط المدارس، وبتوديه لأول حصة رسم مع طلاب شكلهم عبط بيفهموش حاجة، والمدرس كمان اهبل ومش فاهم هو بيعمل ايه، وبيقول لهم يرسموا موزة وبرتقال. الكل بيبدأ يرسم رسم بدائي، وهنري الوحيد اللي بيرسم موزة بتقدر تطير بصاروخ، وبيحاول يعمل نموذج بدائي لأن الطلاب هناك اتريقوا عليه، وبيقدر يكمله بس للأسف 2 هناك بيقطعوا سلك فده بيخربه. في الوقت ده أخته بتكون في الشغل بتشرح لهم هيعملوا ايه، فاخترع هو بيبوظ المصنع اللي هي فيه. نائبة المديرة بتقول لهنري إنه لو ما جابش حد قريب منه هينطرد، فبيضطر يتصل على جاريت لأنه مش عايز يتصل على أخته وهيعمل لها مشاكل، وجاريت بيوافق يروح له ويعمل عمه عشان الفلوس مش جمال عيون هنري يعني. بعدها بيروح المحل عنده، وهنري بيستغرب ازاي مشروعه فشل مع انه حسب الموضوع بالسحتوت، وبيرمي كل اختراعاته في الزبالة لان بسبب اللي عمله هيطرد اخته من شغلها. وبيشوف المكعب اللي خده جاريت من المزاد وبيروح يدمجهم مع بعض. في الوقت ده ناتالي اتصلت على دون لان هو ما بيردش على المكالمات بتاعتها، فبتعرفها دون ان هو اللي فجر مصنع الشيبسي وهو السبب في طردها من الشغل، وبتاخد تليفونها وتحدد مكانه من الGPS، وبتاخدها كمان عشان توديها المنجم المهجور اللي هو فيه. جاريت وهنري وصلوا على المنجم والذئب دينيس متابعهم من بره لحد ما يوصلوا لبوابة العالم العلوي. بعدهم بيوصل دون واخته. فجأة المكعب بيسحبهم كلهم لجوه، ودون بتدي جاريت تنفس صناعي يابا، اكسجين طبيعي اكسجين طبيعي. هنري كل ده واقف مذهول من اللي شايفه، وجاريت بيشوف خروف وبيفكر نفسه في لعبة هو اللي هيدير اول مهمة.
في نفس الوقت المعلمة جوشة بتشوف إن في حد وصل للعالم العلوي مع المكعب اللي عايزة تستولى عليه، فبتروح عند ستيف وتقول له إن المكعب رجع من تاني للعالم العلوي، وبتهدده إن الذئب معاها وبيصدقها لما توري له الطوب بتاعه، بس هو ما يعرفش إن دينيس كان بره على الأرض ورجع للعالم العلوي بعد هنري واللي معاه. نرجع تاني لهنري والباقي والليل بيليل عليهم ومش عارفين إن في زومبي وهياكل بتطلع بالليل، فبيجروا منها بعد ما يضربوا عليهم، وجاريت بيقع في حفرة، وهنري بيكتشف إنه ممكن يصنع أي حاجة هو بيتخيلها، فبيعمل لهم قلعة كبير، وجاريت بيفحر في الأرض لأن الهياكل بتضرب عليه لحد ما يطلع من مكان تاني وبيكون وراه كريبر، فلما يخبطه بيتفجر على طول وبيطلع يجري من الزومبي اللي بيهجموا عليه، وبياخد معاه المكعب، بس للأسف الهياكل بتضرب عليه وبيبوظوا الكفر بتاعه، فبياخد المكعب بسرعة وبيروح على القلعة واللي بيلحقوا هنري، وفي كريبر بيقرب عليهم وبيفجر القلعة بتاعتهم، فبيطلعوا كلهم من السطح ووراهم الزومبي، فجأة بيلاقوا حد بيضرب فيهم وبيكون ده ستيف وجاي ينقذه لحد ما الشمس تطلع وبيموت الزومبي كلهم، فبيسألهم ستيف على دينيس لأن معاهم المكعب، وجاريت بيقول له حيلك ده بتاعي مش بتاع حد، وبيقول لهم ستيف اصلا ما بقاش ليه لازمه من غير الكفر بتاعه اللي اتكسر، وبيعرض عليهم اتفاق ان ممكن يجيب لهم كفر جديد ويرجع له الارض بس ياخد هو المكعب، وبيوافقوا كلهم على الاتفاق، وبياخدهم ستيف على قريه ميدبورغ لانه عنده شويه حاجات ممكن يستخدموها، وهناك بيشوفوا سكان القريه وخنزير اسطوري، واللي بيلعب ماينكرافت هو اللي يعرف مين الخنزير ده، وجولهم كبير وده اللي بيحمي القريه من اي عدو. نروح بعد كده للمعلمه جوشه، وفي خنزير جاسوس بيقول لها ان ستيف واللي معاه في مدينه ميدبورغ، فهي بتنده على تشوجا كبير الخنازير، وبيجي وهو صدره ملبش وعايز يكح، وبتقول له جوشه ياخد المحاربين ويروح على المدينه ويجيب لها المكعب منه، وبتديلهم ميه زرقاء لان لو طلعوا للعالم العلوي هيتحولوا لزومبي، والميه اللي هيشربوها هتحميهم. ستيف بياخد جاريت وهنري للمكان اللي فيها اسلحته، ودول معنات اللي عند 2 من السكان بيبيعوا خرايط. ستيف بيشرح الاسلحه اللي عنده لهنري وجاريت، وهيساعدهم في قصر الغابه اللي هيجيبوا منه الكفر بتاع المكعب علشان يرجعوا لكوكب الارض تاني، وجاريت من غبائه بيستخدم كره الانذار النادره اللي بتخليه يروح للمكان اللي ترميها فيه. بعد كده ستيف بيوريهم الترابيزه اللي ممكن يصنعوا فيها الاسلحه اللي عايزينها، وجاريت بيصنع جردلين بيطلع منهم ميه، بس بيقول لهم انتوا ما بتفهموش ولا ايه، انا كان قصدي منشاكو. وهنري بيجرب حظه وبيحط جزء من البيتزا اللي عملتها اخته، وبيصنع سلاح بيضرب توتس. جاريت بياخد هنري على جنب وبيقول له يوديه المنجم الماس وهيبدله معاه بالمكعب، وبيوافق هنري عشان ينقذ دينيس. في الوقت ده دون وناتالي عند السكان اللي بيبيعوا خرايط، وبيتفاجئوا بالخنازير وهم راكبين وحوش مناطيد وداخلين على القريه، فبينزلوا وبيضربوا عليهم، واللي بيسووه بيختفي من المكان. دون وناتالي بيستخبوا بسرعه قبل ما حد يضرب عليهم، وبيطلع ستيف والباقي وبيتعاركوا مع الخنازير، وناتالي ودون بيتشجعوا وبيقوموا يضربوا معاهم، وتشوجا ماسك جاريت وهتك يا ضرب لحد ما يجي جولهم وينقذوا، فبيهربوا منهم بسرعه لحد ما يوصلوا لقمه القريه، وستيف بيلبسهم بدلات الاجنحه بس ما معهوش واحده تالته، فبيضطر يركب مع جاريت قبل ما الخنازير يضربوه، بس بيتفاجئوا بالخنازير طايرين وراهم وبيقدروا يتخلصوا من شويه منهم لحد ما يلاقوهم سادين عليهم الطريق ومفيش الا خرم يعدي منه، فبيعملوا زي السندوتش وبيعدوا من الخرم وبيقضوا عليهم. وهنا اللي بيستخدم الالعاب الناريه وبيهرب من اللي بيجروا وراه لحد ما يمسكوا التلاتة في بعض، وستيف بيستخدم الجردل اللي صنعه جاريت وبينزلوا على الميه بسلام، وبيحكي لهم ستيف ان الخنزيره جوشها حابسه ازاي بدينيس وهو لازم ينقذه، وتعتبر شريره جدا لانها كانت في النهايه لمسابقه رقص وكل الخنازير ضحكوا على راسها، فقررت تنتقم من العالم كلها وتقتل الابداع، ولازم يلاقوا الكفر بتاع المكعب عشان يروح ينقذ دينيس. وجاريت بيفكروا ان المكعب معاه فمحتاج الالماس الاول. نروح لجوشة وهي مع كبير الخنازير بتعرفه انه خذلها ولازم تجيب اللي اكبر منه، فبتنده على الوحش الصار الكبير وبتأمره يقتل تشوجا اول واحد. نرجع لدون وناتالي وهم ماشيين في العالم العلوي وبيتمنوا ان هنري والباقي في امان، وفي طريقهم بيقابلوا دينيس الذئب وعايز يعضوه، بس دون بتتعامل معاه بلطف وبتديله عظمه فبيحبها على طول. ستيف والباقي في منجم الالماس وحاطط فراخ في المكان بس ما يعرفش مكانها، فجاريت بيضرب فيهم كلهم لحد ما يوصلوا للالماس، بس بيجروا كلهم لان الخنزير الكبير وصل ليهم، وبيخش على حقل الكيبرز اللي مربيهم ستيف، وجاريت بينزل يزق العربيه اللي راكبينها عشان يهربوا منه، وستيف بيضرب الكريبرز وهو راكب عشان يفجروا كلهم، فبيقدروا يهربوا من الخنزير الكبير وبيفجروا المكان بيه. هنري بعدها بيتعصب عليهم، وجاريت بيوضح له انه محتاج الالماس لانه مفلس ومحتاج الفلوس لمحل الالعاب بتاعه. بعدها بيروح على قصر الغابة اللي فيه الكفر بتاع المكعب، وبيعملوا خطة انهم هيلوا الحراس على ما هنري يخش ويجيب الكفر، بس ستيف بيحذره من اند ماين وما يبصش في عينه ابدا لانه هيسيطر عليه. بعدها ستيف وجاريت بيخشوا يرنوا وبيلوا الحراس على ما هنري يعدي منهم،
بس للأسف الحراس بيشوفوه وبيجروا وراه لحد ما يخش هنري أوضة الكنز ويقفل على نفسه. في الوقت ده الحراس مسكوا ستيف وجريت وودوهم على حلبة وخلوه يصارع زومبي صغير وكان مستهزأ بيه في الأول، بس الزومبي بيبقى متوحش وبيضرب فيه وهو والفرخة الصغيرة. هنري فوق لقى الكفر وبيفرح جدا وبيطلع عليه الاند ماين وبيحاول يسيطر على عقله. هنري بيقدر يتغلب عليه وبيموته وبياخد منه كرة الإنذار اللي ممكن تنقله لأي مكان يرميها فيه. في اللحظة دي ستيف وجريت بيتغلبوا على الزومبي الصغير وهنري بيكسر الطوب فوق وبينزل عليهم وبيقدروا يهربوا من قصر الغابة وهم سلات. بس في مشكلة تانية بتقابلهم وهي المعلمة جوشة مع باقي الخنازير، وصنعت خنزير كبير تاني بدل اللي قتلوه وبتستخدم قوتها وبتاخد المكعب من شنطة هنري. بعدها ستيف وهنري بيطلعوا على منطاد من بتوع الخنازير وجريت بيضحي بنفسه علشان يوفر لهم وقت يهربوا من المكان، وبيقع بالمنطاد في المكان اللي صنعه ستيف، وهناك ناتالي ودون بينقذوهم لحد ما يفوقوا. في الوقت ده المعلمة جوشة بتستخدم المكعب وبتخلي العالم العلوي في ظلام والوحوش كلها بتظهر وبتفتح بوابة للعالم السفلي وبتجيب باقي جيش الخنازير. وستيف وهنري بيفضلوا يصنعوا وحوش جولوم مطورة علشان يدافعوا معاهم عن العالم العلوي، وطبعا لازم حد يضرب على الجولوم عشان يفعلوا وضع الهجوم، فواحد من الخنازير بيضرب عليهم فبتبدأ الحرب ما بينهم والجولوم بيتقفل الخنازير كلهم. وستيف لبس الدرع بتاعه وبيروح لجوشة بس قوتها عالية جدا وبتكسر الدرع بتاعه، وهنري بيستخدم كرة الإنذار وبيطلع للمكان اللي فيه المكعب. دون معاه الذئب دينيس وبيجيب صحابه وبيساعدوا ناتالي في القضاء على باقي الخنازير. في الوقت ده الخنزير الكبير بيضرب على هنري وبيوقعه، بيجي جيرت وبينقذه قبل ما يقع وهو راكب منطاد وبيضرب على المكان اللي فيه المكعب وبيدمروه، وبكده الشمس بترجع للعالم العلوي والخنازير كلها بتتحول لزومبي، والجولم اللي طوره هنري بيدعى الخنزير الكبير وبياخدوا المكعب منه، وستيف مع المعلمة جوشة بيدي عليها وباقي الخنازير بتهرب، وبكده بيكونوا انقذوا العالم العلوي منهم. هنري والباقي بيقرروا يرجعوا لكوكب الأرض والذئب دينيس حبهم فعايز يفضل معاهم. ناتالي بتشجع ستيف إن يروح معاهم على كوكب الأرض ويغيروا فيه، والفكرة بتعجبه وبيروح معاهم، وبالفعل المحل بتاع جريت بيبقى أحسن محل في البلد والكل بيروح هناك. وهنري صنع بندل الطيران من تاني وبقى مشهور في المدرسة، ودون حط دينيس في حديقة الحيوان وبقى ليها زوار كتير، وناتالي بقت مدربة دفاع عن النفس وبقى مشهورين في البلد. وهنا انتهى فيلمنا، وقبل ما تمشوا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ومع السلامة.